Hi Junior 4, I am Mrs. أميرة محمد and this is my channel Science Shine. خلصنا مع بعض concept number 3 وشرحناه كله وحلينا كمان model exam 1. النهاردة بقى هنحل model exam 2. أول حاجة هنبدأ choose the correct answer. Question number 1 بيقول لي the mirror-like membrane of fishing cat is present. mirror-like membrane اللي موجودة في fishing cat بتكون موجودة فين؟ بيقول لي أول حاجة inside lungs جوه lungs طبعا لأ. inside stomach جوه الستومك المعدة طبعا لأ. at the back of the eye في آخر الآي عنده دي كانت موجودة at the back of its eye. طيب نكمل برضه عشان نشوف اللي احنا اخترناها ال good answer. at the back of brain في آخر المخ لأ طبعا، يبقى ال good answer معانا ايه؟ at the back of the eye. question number 2 بيقول لي light travel in الضوء بيمشي فيه lines in form of waves. بيقول لي الضوء بيمشي في أنهي خطوط بيبقى شكلها عامل ازاي وبيكون في شكل waves. بيقول لي أول حاجة circular يعني دايرة كده لأ طبعا. curve يعني الضوء بيمشي في شكل كيرف كده برضو لأ. zigzag لأ برضو. straight line يبقى light travel in straight line. في مشكلة كده؟ طيب question number 3 بيقول لي reading and writing الكتابة والقراءة are common types of communication. يعني الكتابة والقراءة دي حاجات مشتركة في الكوميونيكيشن عند مين؟ بيقول لي عند البلانتس لأ، البلانتس ما تقدرش ولا تعمل reading ولا writing. الهيومن الهيومن يقدر يعمل. طب نكمل برضو animals لا الانيمالز ما يقدرش. insects الانسكتس برضو ما تقدرش. يبقى الجود انسر معانا ايه؟ الهيومن بيقدر يعمل communicate عن طريق reading and writing. question number 4 بيقول لي sense organ collect information أعضاء الإحساس بتجمع المعلومات وبعد كده send signals بتبعت إشارة لمين for processing and understanding. يعني السنس اورجان بتعمل collect الانفورميشن وبتبعتها لمين اللي بعد كده بيعمل لها processing and understanding. تعالوا نشوف مع بعض. بيقول لي للليجز لا طبعا. الستومك برضو لا. البرين المخ السؤال ده كنا خدناه كمان في concept number 2 ان السنس اورجان تعمل collect information وبعد كده بتبعتها للبرين. البرين بعد كده يبدأ ان هو يعمل processing information يترجم المعلومات ديت ويعمل لها understanding. تمام كده؟ يبقى الجود انسر معايا ايه؟ البرين. طيب بعد كده بيقول لي give reason for the following يعني قولي ليه الفيشنج كات's eye seem to glow in dark. ليه الايز بتاعت الفيشنج كات بتبقى glow يعني مضيئة كده في الدارك في الظلام. اتفقنا مع بعض ان الفيشنج كات عندها mirror like membrane غشاء شبه المراية at the back of its eye في اخر عينيها. ده بيساعدها ان هي تعمل see in dim light بيساعدها انها تشوف في الضوء اللي هو الخفيف خالص. طب الميرور لايك ممبرين ده كان بيعمل ايه؟ بيساعد ان الايز بتاعتها تبقى جلو. الميرور لايك ممبرين لما كان اللايت راي فول اون ات بيقع عليه كان بيعمل له ريفلكت لللايت راي. طيب هنكتب ايه بقى؟ هنقول because it has mirror like membrane at back of its eye that reflect light ray. الميرور لايك ممبرين ده كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل ريفلكت لللايت راي. فلما يعمل ريفلكت لللايت راي بيخلي الايز بتاعتها يبقى جلو مضيئة. في مشكلة كده؟ بعد كده بيقول لي complete the following sentence يعني كمل الجمل دي. human can see object الاشخاص تقدر تشوف الاشياء which gives off their own light or object which light. يقول لي احنا كهيومن بنقدر نشوف اي object عن طريق حاجتين. اول حاجة لو الاوبجكت ده gives off its own light ادانا او طلع اللايت بتاعه او الاوبجكت ده عمل ايه لللايت او نفتكر مع بعض عمل ريفلكت لللايت. شاطرين. طب ازاي يا مثال بسيط جدا. الصن والمون. الصن والمون الاتنين بقدر اشوفهم بس في فرق ما بينهم. الصن اللايت اللي بيطلع منها ده
it's all light، ده بيبقى الضوء بتاعها. انما المون لا، ده مش الضوء بتاعه، ده المون بيعمل ايه؟ بيعمل ريفلكت لللايت. يبقى هكتب هنا ايه؟ reflect light. question number 2 بيقول لي rough material reflect light، السطح اللي هو الخشن بيعمل reflect لللايت، والبرضو اللي بيعمل reflect لللايت كمان مين؟ السموث material. يعني بيقول لي هنا في السؤال الرف ماتيريال بيعمل ريفلكت لللايت قد ايه عن السموث ماتيريال؟ طبعا كان بيعمل ريفلكت لللايت اقل من السموث ماتيريال، صح كده؟ يبقى هكتب هنا ايه؟ less، عشان تبقى less than، اقل من السموث ماتيريال. تمام كده؟ طيب question number 3 بيقول لي a group of firefly beetles، مجموعة من الفايرفلاي beetles can change their own، يقدروا ان هما يغيروا ايه عشان يعملوا match the flash pattern of another group to communicate. يقدروا ان هما يغيروا ايه عشان يقدروا يتواصلوا ويعملوا communicate مع الجروب التاني، وكمان يعملوا match معاهم، يعني يبقوا متشابهين في نفس الفلاش باترن. كانوا بيغيروا ايه؟ شاطرين، كانوا بيغيروا الفلاش باترن بتاعهم. question number 4 بيقول لي ears of human، الأذن بتاعتنا detect، بتقدر تحدد أنهي نوع من الانرجي، while eyes detect أنهي نوع من الانرجي. احنا اتفقنا ان الايرز بتحدد الساوند انرجي والايز بتحدد اللايت انرجي. يبقى نكتب اول حاجة ساوند، لان الايرز الأذن بتاعتنا بتسمع الساوند، والاي بيشوف اللايت. في مشكلة كده؟ يبقى اول حاجة ساوند وبعد كده لايت انرجي. بعد كده بيقول لي what happen if، ماذا يحدث لو، ايه اللي هيحصل لو mirror like membrane in fishing cat's eye is not present. ايه اللي هيحصل لو mirror like membrane اللي موجودة في العين بتاعة الفيشنج كات ما بقتش موجودة؟ في الحالة دي الفيشنج كات مش هيقدر يشوف كويس at night، ومش هيقدر ان هو يعمل hunt يصطاد بالليل، صح؟ ومش هيعتبر nocturnal animal. يبقى نكتب ايه؟ it can't see clearly at night and can't hunt، ولا هيقدر يشوف بشكل كويس بالليل ولا هيقدر يhunt يصطاد. تمام؟ بعد كده بيقول لي put true or false. question number 1 cats have excellent night vision while human are not. بيقول لي الكاتس القطط عندها النايت فيجن بتاعتها قوية جدا، بس الهيومن لأ. الكاتس عشان هي nocturnal animals فلازم يكون النايت فيجن بتاعها كويس جدا. يبقى هنا ايه؟ true. question number 2 بيقول لي mirror reflect some of incoming light، المراية بتعكس جزء من اللايت اللي جاي لها that fall on it، اللي وقع عليها. المراية بتعمل كده عشان هي تعتبر not source of light، بس هي بتعمل reflect لللايت ray اللي عمل لها fall on it اللي وقع عليها. يبقى هنا برضو true. question number 3 بيقول لي different language have similar code، اللغات المختلفة عندها similar code يعني نفس الكود. ازاي؟ ده انا عندي different language زي مثلا العربي والانجليزي والالماني والفرنساوي، كل دول different language، وكل language فيهم ليها كود معين، ويبقى انا عندي different language يبقى عندي different code، صح كده؟ يبقى هنا ايه؟ true ولا false؟ طبعا false. question number 4 بيقول لي a cell phone اللي هو التليفون is a device that's used in communication between animals. التليفون ده جهاز بيعمل communication ما بين الانيمالز الحيوانات. طبعا false. وبالمناسبة لازم سؤال true or false لازم نقرأه لحد آخر كلمة، عشان ممكن آخر كلمة دي يكون فيها هي المشكلة. يعني زي السؤال ده قدامكم كل الكلام صح ما عدا آخر كلمة اللي هو between animals. لو حد بقى قاعد يقرأ كده وما قرأش للآخر هيعملها صح، لما يقرأ بقى للآخر ويعرف ان في between animals يعني بين الحيوانات، طبعا الحيوانات ما تقدرش انها تستخدم السيلفون فيبقى false. فكده بيقول لي write the scientific term of each of the following، يعني اكتب المصطلح العلمي او قول لي الجملة دي بتشير الى ايه. material that allow light to pass through، ايه الماتيريال اللي بيسمح لللايت انه يعدي من خلاله؟ ده كان مين؟ شاطرين، transparent material. بعد كده بيقول لي the sense organ of light، مين sense organ عضو الإحساس بتاع اللايت الضوء؟ كان مين اللي بيساعدني ان انا اشوف اللايت؟ شاطرين، الايز.
وكده نكون خلصنا مع بعض موديل اكزام 2 وخلصنا كونسبت 3 كله بالشرح والحل عليه. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.